طلعت معدل 99.4 وصلت من 10 الأوائل للصف السادس ابتدائي. بعد أن هجرها البصر فجأة دون مقدمات بضياع نور عينيها إثر تراكم أمراض السكري والضغط في أثناء دراستها في المراحل الأولى الابتدائية، فإن أملها بغد أجمل بإصرار وعزيمة منها لا تلين عادت هجران مجددا رغم إعاقتها لإكمال مشوارها الدراسي ضمن طلبة الامتحانات الخارجي في المثنى في المرحلة الابتدائية لتتفوق بين أقرانها بمراتب علمية متقدمة بمعدل تجاوز 99% متقدمة بمعدل تجاوز 99% لتكون ضمن العشرة الأوائل على صعيد المحافظة. كان عندي داء السكري بس نظري كان طبيعي، يعني ولادتي طبيعية. بطلت بالصف الرابع ابتدائي وعمري 9 سنين. بعمر 16 سنة سويت غسيل كلى، فعندي ضغط عين ارتفع، ما أدري بيه إنه مرتفع، فضرب على العصب وصرت من المكفوفين. بس ضل عندي إصرار وعزيمة إنه أرجع للدراسة، فالحمد لله قدمت خارجية وامتحنت، طلعت معدل 99.4 وصلت من 10 الأوائل. وبمساندة أهلها حصدت هجران ثمرة الجهود بتفوقها هذا الذي تطمح من خلاله لإكمال دراستها، إن سعت لها جهود المعالجة الطبية بعودة بصرها مجددا لتحقيق حلمها المنشود لدخول كلية الطب. والله من شفت عندها هذا الطموح القوي، أنا قمت بالإجراءات القانونية والإجراءات التربوية بعد إكمال من التربية والوزارة، وكملنا هاي الشيء لأنه هاي رغبتها. تعبت هواية بالدراسة وهي تدري يعني مكفوفة وما تشوف، وإحنا نساعدها بالبيت. طموح أن أصير دكتورة، أدخل كلية الطب العام، أعالج الأمراض مثل حالتي. وتثمينا لتفوقها وإكراما لجهود أهلها لإحراز هذا التميز العلمي، زارها المدير العام لتربية المثنى في بيتها لتقديم الدعم المعنوي بما حققته من نتائج علمية باهرة. ابنتنا هجران تميزت إضافة لكونها من العشرة الأوائل بميزة أخرى، وهي كونها من الطلبة الخارجيين الذين لم يلتحقوا بالمدارس الخاصة بالمكفوفين، وبالرغم من ذلك حققت هذا المعدل العالي، وهذا دليل على امتلاكها لقدرات عالية تؤهلها. لم تكن هجران وحدها ممن حققوا معدلا عاليا في هذا العام الدراسي من ذوي الهمم في المثنى من الطلبة المكفوفين، إلا أنها كانت الأعلى مرتبة بتحقيق معدل علمي مرموق.